عادة ما يظهر النرجسيون مشاعر مختلفة بعد الانفصال، وقد يعتمد ذلك على العديد من العوامل مثل شخصية النرجسي وطبيعة العلاقة التي انتهت. هنا بعض السيناريوهات الممكنة. أولا، الغضب والانتقام. قد يظهر النرجسي سلوكيات غاضبة أو محاولات انتقام بعد الانفصال، خاصة إذا كان الانفصال مفاجئا أو لم يكن وفق توقعاته. ثانيا، الاستمرار في الانكسار العاطفي. قد يعاني النرجسي من الانكسار العاطفي والحزن الداخلي بشكل سري، ولكنهم قد لا يظهرون ذلك بوضوح. ثالثا، تجاهل المشاعر والتحرك إلى الأمام. قد يحاول النرجسي تجاهل المشاعر السلبية والتركيز على التقدم والنجاح الشخصي بدلا من تفكيره في الانفصال. رابعا، البحث عن التأكيد الذاتي من خلال علاقات جديدة. قد يسعى النرجسيون للحصول على التأكيد الذاتي من خلال علاقات جديدة بسرعة بعد الانفصال. خامسا، التقليل من أهمية الانفصال. قد يحاول النرجسي تقليل أهمية الانفصال وتجاهل العواطف السلبية التي يشعر بها. سادسا، التكيف مع العزلة العاطفية. في بعض الحالات يمكن أن يكون الانفصال مجرد مرحلة من مراحل التكيف مع العزلة العاطفية وتحقيق الاستقرار الذاتي. يرجى ملاحظة أن هذه السيناريوهات قد تختلف بشكل كبير بين النرجسيين، وقد يظهر كل شخص استجابة مختلفا حسب الظروف والشخصية الفردية.